فكشفنا عنك ايه وبصرك اليوم ايه إلا قد كنت في ايه في غفلة من هذا فكشفنا. الله اكن مش بس مجرد انه يموت، ما هو كل واحد عارف انه هيموت، انما كأن الانسان حين يحتضر الموت يجيله اللي هي ما فيش فيها كلام بقى هيبتدي يشوف اللي ما كانش شايفه. لدرجة ان الناس الذين يصاحبون اللي بيحتضروا يشوفوا منهم حركات واشياء ساعة الاحتضار تدل على انهم يشاهدون اشياء خلاف ما يرونها. احنا منه مثلا انا ابي مات على صدري، فلما ابتدأت المسألة تبتدي انا اسمي امين في بلدي، قال لي إيه كده يا امين تبقى بان القصور دي كلها ولا توريهاش لابوك؟ ده انا بحبك كل دي تعمله وانا ما اعرفوش ازاي تنزع انت ليه تعمل كده؟ يبقى اذا ساعة الاحتضار شاهد اشياء احنا ما نشاهدهاش فتفسرت لنا ايه؟ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم ايه؟ حديد. والناس اللي يقول لك هبي يا رياح الجنة هم في المعركة كأنهم شايفين الجنة وايه؟ الله امال ايه اللي يهاكم على انهم يتقتلوا كده؟ ده لازم شايفين حاجة ايه؟ احلى مما يتركون. ولذلك الراجل اللي قاعد بيمضغ التمرة وبعدين النبي بيقول ان انتوا، قال له يا رسول الله أليس بيني وبين الجنة إلا أنني أدخل المعركة دي فأقاتل فأقتل؟ قال له طب أنا هأخر الحكاية دي ليه؟ وراح حاطط إيده في بقه ومطلع التمرات وراح رميها في الأرض. استكثر إنه يبعد عن الجنة مسافة مضغ التمرات. يبقى ده يقين ولا مش يقين؟ يبقى يقين.